السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله بإذن الله نفتح قراءة برج العقرب، وان شاء الله بإذن الله خلال العقرب. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. الفيديو مسجل ولكن الطاقة جديدة. النهاردة الاربعاء 3 يناير 2024. بتمنى منكم ما تنسوش اللايك، كل الاول مرة يشوفوا القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد مننا. يلا نسمي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعتذر على الصوت، انا تعبانه شويه يعني، بعتذر يعني. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله. برج العقرب، انت عندك خذلان، يعني زعلان وحاسس ان انت مقيد، او الزعل ده مأثر عليك انت كشخص، مش مخليك تتكلم، مش مخليك تعرف تحكي، او انت صامت مثلا. بس عندك خذلان من شخص يا برج العقرب. الشخص ده قريب منك قوي، ممكن تكون زوجة، ممكن يكون زوج، ممكن يكون اخ او اخت، حاجة زي كده، فحد يخصكم قوي، فعشان كده عندكم خذلان منه ومش قادرين تتكلموا معاه، او في حاجة خاجلاكم، او عندكم حتة الخذلان انك تحكوا في الموضوع او تتكلموا فيه. ولكن يا برج العقرب هي هانت كلتها يومين 3، وان شاء الله لو في خصام بينك وبين الزوج، بينك وبين الزوجة، بينك وبين الاخ، ايا كانت، راح في هنا صلح ان شاء الله باذن الله. في هنا اسم توفيق، ولو ما فيش حد اسمه توفيق بيسمعني ففي عندكم توفيق من الله سبحانه وتعالى. الاسم بيكون له دلالة حلوة أو في الطاقة. بص يا برج العقرب، هو في هنا بداية حلوة، راح تبتدي بداية حلوة يا برج العقرب، او بالفعل انت اخدت قرار وخلاص، يعني انت بالفعل عارف انت هتعمل ايه، وخلاص رتبت امورك على هذا الوضع. ان شاء الله باذن الله تكون قرارات كويسه يا برج العقرب. شايفه ان انت خلاص عندك انجازات حلوه، او خلاص انت بدأت تفوق من الوهم او من الغيبوبه اللي انت كنت عايشه، او بدأت تستوعب الحياه اللي كنت انت عايش فيها. كان في ممكن يكون حد غامض، شخص غامض في حياتك، او في ناس بتتعامل مع ناس غامضه، ناس مش صريحه. بدأت الامور توضح، فهمت كل حاجه، في امور وضحت عند برج العقرب. لا يا برج العقرب، شكك مش في محله المرة دي. لو انت شاكك في حاجة او انت شاكة في حاجة، راح شكك مش في محله. هو في هنا حد بينهي علاقة، انت بتنهي علاقة ثلاثية، او انت امرأة بتنهي علاقة ثلاثية على فكرة. العلاقة دي انت منها مليته قوي، او تعبته بالفعل، ولكن راح تنهي العلاقة دي يا برج العقرب، وهتنهاها وانت يعني مش زعلان، هتنهاها وانت مقتنع بان ده صح، مقتنع باللي انت بتعمله. تمام، فده كويس جدا، برضو طاقة حلوة منك يا برج العقرب. في هنا اسم إلهام، واسم سهام، واسم نهى، واسم حمدي، واسم رنا، واسم مريم، واسم هالة، واسم مها ده اسم متكرر، ممكن تكون الأم وبنتها، أو البنت وحد كمان. هنا اسم حنان ما شاء الله، واسم نهلة. طيب بص يا برج العقرب، ان كان في مشاكل فراح تتحل، ان كان في عندك امور فيها ايا كانت، حتى لو كان في بعد بينك وبين الزوج، بينك وبين الزوجه، قلت لك ان في ان شاء الله في صلح، في اجتماع هنا، يعني قاعده او اجتماع. لو انت مثلا شغلك مثلا في اجتماع، او انت راجل، راح تستفاد من الاجتماع ده، ولو كانت القعده فانت هتكون قائدها، هتكون قائد القعده دي يا برج العقرب. في هنا قاعده، واتمنى ان لو في مشكله تلاشى اي مشاكل دلوقتي يا برج العقرب، لان مش من صالحك انك تدخل في معركه مع اي حد، او تقعد قاعده فيها مشاكل او كده. لو الصلح جه لحد عندك اوكي، مفيش مشكله، انا هقعد وهنتصلح وهنتكلم وكده. لو ما جاش الكلام فما تفتحش انت اي كلام يا برج العقرب، لانه من الواضح ان في كلام انت هتبقى مديون بيه، او كلام يعني بلاش يعني تلاشى اي مواضيع او اي كلام من الوقت ده. تمام، هي في مشكلة ولها حل هنا. لو انت في مشكلة راح تتحل ان شاء الله بإذن الله يا برج العقرب. حرف الشين متكرر، واسم شيماء موجود، وعمرو برضو. لا ما شاء الله، عندكم هنا نقلة حلوة ان شاء الله بإذن الله. راح يعني في حاجة انت بتتمناها يا برج العقرب، وبتتمناها قوي قوي بقالك فترة، راح تحققها السنة دي ان شاء الله بإذن الله 2024 ان شاء الله بإذن الله. يعني خد منها 5-6 شهور راح تحقق انجاز عظيم
هتحقق انجاز كبير قوي يا برج العقرب. في عندكم هنا زيادة في المال، ربنا يرزقكم من فضله يا رب. هو عموما برج العقرب هنا بتعيد حساباتك يا برج العقرب، وبدأت تندم على حاجات كنت بتعملها مع اشخاص. بدأت تعرف ان انت كنت موهوم او متغيب، بدأت تفوق، ولكن ان شاء الله بإذن الله راح تفوق وهتقوم ان شاء الله بإذن الله، راح تصعد للأمام ان شاء الله برج العقرب. حد تايه هنا، انت ممكن تكون مسافر بس، ولكن انت لسه ما رتبتش امورك، او بالفعل انت راح تسافر. هو في هنا سفر تمام، وفي الناس اللي هنا مسافره ممكن يكون الشغل معاكم مش مظبط، حياتكم مش متظبطه شويه. ممكن يكون انت مش عارف ما فيش استقرار، ولكن في استقرار عندك يا برج العقرب، وان شاء الله باذن الله راح ربنا ييسر لك الحال. في تيسير حالي عند برج العقرب. في هنا والله يعني ما شاء الله عندك هنا هنا ملابس، او انت بتجدد ملابس، او بالفعل انت اشتريت ملابس. وفي ناس هنا كريمة قوي بتطلع انت حاجة لله برج العقرب. ما شاء الله ربنا يصلح حالكم يا رب. كلام كتير على برج العقرب، وحد قريب جدا قريب منك او برج العقرب بيحكي وبيتكلم عنك. هي امور عائليه راح تتحل. في هنا مشكله عائليه، او ممكن مثلا امراه مثلا راح تتجوز، او شخص ولكن في حد هنا مش موافق مش مقتنع. او ممكن تكوني انت زوجه مثلا يعني راح تتجوزي، ولكن في هنا اعتراضات كتير على انك مثلا تتجوزي، او مثلا اولادك اللي معترضين. ففي هنا امر انت مش عارفه تاخدي فيه حل، مش عارفه تاخدي اذا كان صح ام غلط. او عامه في هنا قرار خاطئ انت اتخذتيه، ولازم تتراجع عنه يا برج العقرب. دي للامراه تمام، لاني شايفه في توهان. وفي هنا يعني انا بحذرك، طبعا انا بقول الطاقه بتكون تحذير تنبيه. في هنا بركان برج العقرب، فحذر من البركان ده، حذر يا برج العقرب. لان هنا على فكره انت من الواضح انك انت بتعرفش تخبي، ولا بتعرف تكذب، ولا بتعرف تخبي حاجه عنك، او مفيش حاجه بتستخبى عنك يا برج العقرب. حياتك على المكشوف. فعشان في هنا كلمه كشف، وكشف ديت يعني معنى كده ان في سر هنا راح يبقى يعني حد هيعرفه، او السر ده راح يتعرف. فانا برج العقرب بقول لك انك انت حاول انك انت يعني احذر من اي حاجة فيها مكيدة، او احذر في اي حاجة فيها مشاكل، او احذر من اي حاجة تكون انت بتعملها من ورا حد. لان هنا في هنا كشف مستور والعياذ بالله. فلو انت امرأة مثلا قلنا ده انت متجوزة مثلا في السر مثلا، او انت راجل متجوز في السر، ففي هنا عندك هنا امور راح تتكشف، وحاجة تخصك قوي. فعشان ما تدخلش في متاهات، او تتلاشى اي متاهات تدخل فيها، لان الوقت ده مش وقت ان انت تدخل في مشاكل. الوقت دي في عمل. يعني اصعد زي ما انا شايفه الصعد، انك انت بتصعد برج العقرب. وحاول انك تكون حريص الفتره دي على اي حاجه تخصك، ايا كانت، من الحبيب، الشريك، الزوج، الزوجه، الاخ، الاخت، اي حاجه تمام، ايا كانت الامر. خليك حريص على اسرارك الفتره دي يا برج العقرب. انت بتتمن حاجة، او في حاجة هنا بتتمن، ولكن السعر مش مناسب، او انت بالفعل السعر مش مناسب ليك. طب ازاي انا بحب الخسارة؟ فاصبر يا برج العقرب، ان شاء الله راح تتباع بالسعر اللي يناسبك. وكل وقت وله اذان يا برج العقرب، ما تستعجلش على الحاجة دي، وان شاء الله باذن الله باذن الله راح ربنا ييسر لك الحال فيها ان شاء الله باذن الله. ممكن تكوني امرأة راجل شايل هم بكرة، ولكن بكرة ده ان شاء الله هيكون افضل واحسن من الايام اللي فاتت يا برج العقرب. ممكن تكون عندك هنا حتة الرزق واقفة شوية، او ممكن تكون انت مثلا واقفة من حتة العمل، او انت راجل مثلا العمل عندك غيرته، او في شغل عندكم متوقف، ولكن راح يعني في رزق كبير. وفي هنا ما شاء الله راح رزقك يتوسع ان شاء الله باذن الله برج العقرب. في حد هنا راح يفتح مكتب محاماة، او لو انت امرأة او راجل اللي ده يخصكم، ففي هنا شخص راح يفتح مكتب. ما شاء الله انتوا اولادكم هنا شكلكم لكم مستقبلهم مستقبل مهندس محامي، وفي هنا مستشار على فكرة. وما شاء الله هنا العمل بتاعكم بيتوسع، دايرة بتتوسع، وانتوا بدأتوا تتعرفوا على ناس المستوى بتاعها اعلى يا برج العقرب. ففي انت هنا حتى لو انت قلت لي ده مفيش الكلام ده، طب ما انا مستواي عالي او كده، مش قصدي ان انت حد لا كده، ولكن في هنا مستويات. يعني هتتعرف على حد مثلا ذو سلطة، مستويات شوية ارقى، شوية اعلى شوية، وده كله بيكون لصالح البني ادم يعني تمام. بعتذر لو في تخبيط او حاجة، لان في هنا ناس بتبنى قدامنا، فالصوت طالع
في الفيديو. طيب هو عامة في عندكم هنا اعتذار واسف، في شخص هنا راح يعتذر لبرج العقرب، هيحق لك نفسه برج العقرب، وانت هتبكي. ممكن تكوني امرأة، آه، بس دي طاقة تخص امرأة، في امرأة هنا قلبها موجوع قوي، راح في اعتذار وهتبكي. في الاعتذار دي انت هتبكي وهتنزلي دموع، بس هتكون دموع الحنين او الفراق، او مش ان انا مثلا شخص فريق، ان لا الشخص ده كان بعيد عني مثلا فجاي يصلحني، فانا صعبان عليا نفسي قوي منه فبكيت، يعني من كتر الوجع اللي جواه فانا بكيت. بس هيكون عندك اعتذار واسف هنا وندم يا برج العقرب، في شخص هنا راح يندم عليكم فعلا، وهو الشخص ده على فكرة ممكن يكون هو بيستجاب ليكم، بس هو يعني مزاجنج شوية، تمام، ولكن هو هنا في بكاء، بس بكاء الفرحة ان شاء الله بإذن الله. راح شخص هيضمك، وشخص بالفعل هيطبطب عليكي، يعني هيحس ان هو اثر معاكي في حاجة، وراح يطبطب عليك ان شاء الله يا امرأة برج العقرب. لو في مشاكل بينك وبين الزوج او بينك وبين الابن راح في صلح ان شاء الله بإذن الله. عندكم برج الميزان، وعندكم برج العذراء، وعندكم برج الدلو، وعندكم الجوزاء، وعندكم السرطان، تمام. عندكم برج الأسد، عندكم برج القوس، وعندكم برج الحمل، يعني عندكم 3 أبراج النارية. لو في مشاكل بينكم بين الأبراج النارية راح في صلح، تمام. الأبراج المائية هو ممكن يكون الشخص ده بيبعد، يا إما أنت بتبعد. أبراج مائية زي برج العذراء، برج العقرب. فأنت هنا في هنا شخص بيحاول إن هو يبعد عنك من الأبراج المائية. هنا برج الثور، وهنا برج الجدي. انت وبرج الجدي في هنا اسرار بينك وبين برج الجدي، و... وعلى فكرة العلاقة بيناتكم حلوة. برج الجدي مديك مساحة حلوة بينك وبينه في العلاقة، او مديك وقت كتير انك تفكر، او انت مديله يفكر، ولكن ان شاء الله بإذن الله هتكون بنعم ان شاء الله بإذن الله. في زواج هنا وارتباط هنا من ابراج مائية برضو، ممكن يكون السرطان، ممكن يكون عقرب العقرب، لان في هنا ناس بتسمعنا ممكن عقرب العقرب. انت برج الاسد في مشكله راح تتحل، المشكله اللي بينك وبين برج الاسد راح تتحل يا برج العقرب. بس برضو برج الاسد مصمم ومصر على حاجه، ولكن انت برضو مصمم ومصر على حاجه، ولكن في الاخر هيكون في تنازلات، يا برج العقرب، وهيكون هو الشخص اللي هيتنازل مش انت ان شاء الله. هو في هنا امر لازم يتفضوا باسرع وقت، يعني خلاص هانت خلاص، الموضوع ده راح يتقفل تماما. ولو في مشكله او ايا كانت كلام، او في خيط وصل بينك وبين حد، او في مشكله، او في عراقيل قدامك يا برج العقرب راح تتحل ان شاء الله باذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى. حرف العين عندك يا برج العقرب، وحرف السين، وحرف النون، وحرف اله، وحرف الدال، وحرف الالف، وحرف الباء، وحرف الهمزه اللي هي هناء، شيماء، نجلاء، الاسم ده. هو في قرب بينك وبين الناس دي يا برج العقرب، بس برضو خليك حريص، وخليك حذر من اي علاقة تدخل جديدة الفترة دي يا برج العقرب، مش لصالحك اي علاقات، ما تجددش في العلاقات. التعارف حاليا لو انت رايح تتعرف لا، خلي الشخص هو اللي يجي لحد عندك، او يبقى هو اللي جاي لبرج العقرب، ماشي، ما تفتحش انت. يعني انا شايفه ما تستقبلش، يعني حتى لو في اشخاص مثلا عن طريق مثلا السوشيال ميديا، حاول انك انت تقلل العلاقات دي يا برج العقرب، ما تخليهاش مفتوحه كده. انت برج العقرب اهدى شويه على الامراه اللي معاك دي، لان الامراه دي بالفعل جابت اخرها من برج العقرب. راحت خلاص يعني شفت زي قنبله هتفرقع، تمام. فاحذر يا برج العقرب، وخليك كده يعني احتوي الامراه اللي معاك يا برج العقرب. وفي هنا علاقة ثلاثية على فكرة عند برج العقرب، مش عارف ياخد قرار فيها، وخايف يندم، خايف يخسر، خايف ياخد قرار الارتباط، فانت في حيرة كبيرة جدا من امرك يا برج العقرب، بس راحت تتحل. الاستغفار بيغير الاقدار، الصلاة على النبي، الصلاة في ميعادها بتفرق جدا. وان شاء الله باذن الله يعني الحاجات دي هتغير معاك قوي يا برج العقرب، وحاول ان الصلاة في ميعادها راح، يعني لو ليك اي حاجة معطلة او معرقلة ان شاء الله راحت بامر الله تتيسر من عند الله سبحانه وتعالى. حكم محكمة ان شاء الله هيكون لصالحك يا برج العقرب، قضية وطولت شوية او طولت كتير قوي 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 راحت من صالحك دي يا برج العقرب. في هنا حرف يعني زي هناء كده، واسم هناء بالفعل عندكم جبران خاطر،
حرف الهاء عامة وحرف الهمزة دي عنده جبران خاطر كبير جدا. وما تزعلش يا برج العقرب، وحاول انك تخرج نفسك من الطاقة اللي انت فيها عشان تعرف تكمل مسير الحياة، لان انت الحياة مش هتقف على كده يعني. اكتفي طبعا بالقراءة، وان شاء الله باذن الله لما انطبقش على القراءة ينطبق على الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم.